مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. نجاح برامج إعادة التشجير في الإقليم الجنوبي. توزيع فيتامين A في 5 قرى بمديرية هابرو. مباحثات حول تعزيز المساهمة في مائدة التعليم بمنطقة فورو. الجيش الفرنسي ينفذ ضربات جوية في بوركينا فاسو. بوتين في زيارة رسمية للهند. ودول غربية تتهم روسيا بالتخطيط لهجمات إلكترونية حول العالم. مرحبا بكم. صرح القائم بأعمال سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي السيد جبر ميكائيل برهي بنجاح 95% من البرنامج الجاري لإعادة التشجير في الإقليم. وفي التوضيح الذي قدمه حول سير البرنامج وإعداد الشتول، أشار بقرص 1,377,000 شتلة من أصل 1,450,000 شتلة في إطار الخطة الموضوعة للعام 2018-2019، وذلك بالتعاون مع المهتمين بالتشجير والموظفين الحكوميين والمدارس والجيش وسكان القرى. وذكر السيد جابر ميكائيل بأن الأشجار قرصت في مساحات تقدر بحوالي 500 هكتار، مشيرا إلى توقعاتهم بنسبة نجاح 90% من الشتلات المغروسة، وذلك بفضل الخريف الطيب وأعمال الحراسة والرعاية الجيدة للشتول المغروسة. كما شدد السيد جابر ميكائيل على ضرورة تعزيز معرفة وفهم الشعب حول فوائد إعادة التشجير، مشيرا إلى أنه بالرغم من الخطة الموضوعة لتوفير مليوني شتلة في 9 مراكز للشتول في الإقليم، إلا أنه تم توفير 80% من هذه الكمية فقط. كما أوضح السيد جابر ميكائيل بوجود أكثر من 65 ألف هكتار من الأراضي المحمية، كما أدخل في 663 منطقة أساليب تنمية الثروة الغابية، إضافة إلى قرص المزيد من الشتول فيها، فيما تجري الدراسات اللازمة للحفاظ على 1232 هكتارا من محمية منطقة مرب. أعلن فرع وزارة الصحة في إقليم معنسبة بأن عملية توزيع فيتامين A وتطعيم الأطفال والرعاية قبل الولادة المنتظمة في ضاحية هابورو سليم عبر الوحدات الصحية المتحركة ظلت تحقق نتائج عالية. وأوضح الفرع بأن فيتامين A يسهم كثيرا في بناء جسد الأطفال ومكافحة الحمى وتطوير التحمل، مشيرا إلى أن عملية التوزيع جارية في كافة مناطق الإقليم، وخاصة المناطق البعيدة والتي يصعب الوصول إليها، وذلك حفاظا على صحة الأطفال. وأوضح مسؤول عيادة هابورو سعدة الممرض يوناس هبت مريم بتوزيع فيتامين A في كافة القرى والقيام ببرامج تطعيمية أخرى، مشيرا إلى أن 100 من عمال الصحة الأهلية يتابعون الإصحاح البيئي، حيث يساعد ذلك على مراقبة الأمراض المعدية. وفي الختام قال الممرض يوناس هبت مريم إن عيادة هابورو سعدة تقدم أيضا خدماتها لسكان هابورو سليم، مناشدا حل القصور والنواقص وبناء عنابر الانتظار. هذا وتوجد في ضاحية عريتاي بمديرية هابورو عيادة ومركز صحي، وفي ضاحيتي هابورو سعدة وفلفلي مركز صحي. قدمت دعوة لتعزيز دور ومساهمة الآباء والمجتمع في مديرية فورو، وذلك للارتقاء بمشاركة الطلاب وخاصة الطالبات في مائدة التعليم. وفي جلسة المباحثات التي أجراها مدير المديرية السيد عثمان عرفة في الفترة من 27 وحتى 29 مع سكان ضواحي إيرومالي وإيرافايلي وربروبيا ومالكا وأفتا وفورو، قال إنه ورغم أن المساعي جارية لتوزيع التعليم في كافة المناطق بصورة عادلة، إلا أن المساهمة في مائدة التعليم إلى الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب، وذلك نتيجة للزواج وإهمال الآباء وبعد المكان وغيرها من الأسباب، مناشدا إلى تعزيز دور وإسهامات الجهات الشريكة ودور لجنة الآباء والمعلمين لتحسين مستوى المساهمة في التعليم.
من جانبه أشاد مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل علي بمشاركة الجنسين في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن تدني مستوى المشاركة في المرحلتين المتوسطة والثانوية يؤثر سلبا على تطور التعليم. وشدد الأستاذ إسماعيل علي بالمشاركة الفعالة والمنسقة من الجهات الحكومية والجبهة ومدراء المدارس والجهات الشريكة للحد من تسيب الطلاب. وطالب المشاركون بتوزيع معلمين أكفاء لتعزيز المساهمة والكفاءة الطلابية وتنفيذ اللوائح التعليمية والارتقاء بالمدارس الابتدائية في منطقتي روبروبيا وإيرافايلي إلى المرحلة المتوسطة، إضافة إلى فتح مدرسة داخلية وغيرها من الآراء والمقترحات. وتوجد في مديرية فورو 34 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظم في 29 من سبتمبر المنصرم سيمينار قانوني وصحي لأصحاب المرافق الخدمية في مدينة حقات. وقدم المدير التنفيذي لمديرية حقات السيد تخلى هيمنة مسائل توضيحا مسهبا حول مساهمة الطلاب في مائدة التعليم ولوائح استخدام المياه والأراضي، إضافة إلى البيع غير القانوني للأراضي، داعيا أصحاب المرافق الخدمية لتقديم خدمات جيدة وآمنة والتعامل مع الزبون بصورة راقية. من جانبه قال مسؤول الشرطة في مديرية حقات الملازم زايد تسفازجي بعد أن قدم تقريرا مفصلا حول الجرائم والمخالفات المسجلة خلال التسعة أشهر الماضية، قال إنه وبالرغم من عدم وجود جرائم مقلقة في المديرية إلا أنه ينبغي على الآباء ترشيد وتنشئة أبنائهم على الأخلاق الكريمة وتوريثهم قيم المجتمع. كما أشار مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد جبر مسكال جبرهيوت إلى انخفاض ظاهرة الأمراض، وذلك بفضل الحملات الجارية واكتمال عرض الخدمات الصحية عبر مراحل، مشددا على ضرورة الاستخدام الجيد للناموسيات والاهتمام بالنظافة البيئية. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة ركزت حول تحسين خدمات الكهرباء والمياه والحد من الحوادث المرورية وضمان الإصحاح البيئي وسبل دفع الضرائب، مؤكدين تعزيزهم مساهماتهم للارتقاء بالبرامج التنموية. نظم الإرثيون المقيمون في مدينتي باري وبيسوتيا الإيطالية العديد من أنشطة الدبلوماسية الشعبية. وبموجب المعلومات الواردة، نظم الإرثيون المقيمون في مدينة بيسوتيا توسكانا في 30 من سبتمبر المنصرم نظموا برنامج يهدف لجمع دعم مالي يساعد في بدء مركز التدريب المهني الحديث والمشيد في مدينة كرن لخدمة المرأة، وذلك بدعم من المرأة الإريترية المقيمة في إيطاليا. كما نظم الإريتريون والأثيوبيون المقيمون في مدينة باري وضواحيها برنامج لتأكيد دعمهم لاتفاقية السلام والتعاون المشترك الموقعة، فضلا عن البرامج الأخرى التي تعزز علاقاتهم. مشاهدونا، فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، نفذت القوات الفرنسية ضربات جوية في شمال بوركينا فاسو بعد أن هاجم مسلحون إسلاميون وحدة للشرطة في منجم ذهب محلي. وتصعد جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية تشدد هجماتها في منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا، وهو ما يبرز المصاعب التي تواجه الأطراف الدولية في استعادة الاستقرار الإقليمي. وقالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو إن شرطيا قتل وأصيب آخر في هجوم على الشرطة في منجم إيناتا للذهب في منطقة سوم الشمالية شنته مجموعة كبيرة من الإرهابيين المدججين بالسلاح. كما قال الجيش الفرنسي في بيان إن قواته تدخلت بطلب من السلطات المحلية لملاحقة المهاجمين، وأرسل طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج من قاعدة في النيجر المجاورة. وذكر متحدث باسم الجيش أن الضربات استهدفت 15 دراجة نارية، لكن ما زال من غير الممكن تحديد عدد القتلى. ويقر مسؤولون فرنسيون بأن من المرجح أن تبقى فرنسا في المنطقة 10 سنوات أخرى.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في زيارة تستمر يومين سعيا لإبرام صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ما يرجح أن يثير غضب الولايات المتحدة والصين وباكستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار إن بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سوف يستعرضان التعاون الدفاعي ويبحثان القضايا الإقليمية والعالمية. وسيبحث بوتين ومودي اللذان يبدو أنهما يقيمان علاقات شخصية جيدة، سيبحثان صفقة تتعلق بأربع فرقاطات من نوع كريفاك بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى احتمال قيام روسيا ببناء محطة نووية ثانية في الهند. وتقوم موسكو حاليا بتوسيع أكبر محطة نووية في كودانا كولام. وعلى جدول الأعمال أيضا قيام روسيا بتدريب رواد فضاء هنود، حيث تطمح نيودلهي إلى إرسال أول مهمة فضائية في العام 2022. وتبقى روسيا أول مزود أسلحة للهند، وستشكل سلسلة صفقات جديدة مع العملاق الآسيوي مكسبا كبيرا لموسكو ونكسة كبرى للولايات المتحدة. وفي شأن روسي آخر، اتهمت الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإلكترونية حول العالم. ورفعت الولايات المتحدة تهما ضد 7 عملاء روس. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الأهداف التي تم التجسس عليها شملت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ووكالات مكافحة المنشطات وشركة نووية أمريكية. وكانت هولندا قد اتهمت 4 من الروس بتآمر لاختراق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي كانت تحقق في اعتداء بمادة كيماوية على جاسوس روسي سابق يعيش في بريطانيا. كما اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بالوقوف وراء 4 هجمات إلكترونية استهدفت شركات في روسيا وأوكرانيا والحزب الديمقراطي الأمريكي وشبكة تلفزيونية صغيرة في بريطانيا. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت إنها ضحية لحملة عدائية تدار بطريقة مسرحية. ورفضت روسيا من قبل مزاعم بريطانيا وهولندا، ووصفتها بأنها تعكس هوسا بالجاسوسية لدى الغرب. أصبح الصم قادرين على استخدام نظارات توظف تقنية الواقع المعزز حتى تعرض له ترجمة لحظة بلحظة للحوار، ما سيتيح له التركيز بشكل كامل على العرض المسرحي. طورت شركة إبسون اليابانية للتكنولوجيا نظارات تستخدم برنامجا لعرض الترجمة بالتزامن مع أداء الممثلين، وبدأ طرح النظارات للإيجار في المسرح. وكان المسرح الوطني في منطقة ساوث بانك بلندن يعرض جزءا من مسرحية خروج الملك ليوجين يونسكو لمجموعة صغيرة من المشاهدين يرتدون النظارات الجديدة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.